السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معانا في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هتكلم عن القصف الذري أو القنبلة النووية اللي هي اترمت على اليابان بعد نهاية الحرب العالمية اللي رمتها أمريكا. كده كلمتين عنها كده برضو. أولا هي أمريكا رمتها على مدينتي اتنين مدن من اليابان. المدينة الأولى هي هيروشيما والمدينة الثانية ناجازاكي. ماشي، ده في 8 شهر 8 1945 مع نهاية الحرب العالمية الثانية، بعد ما الحرب العالمية انتهت. طب ايه السبب اللي خليها اللي أمريكا بعد ما الحرب انتهت والدنيا دي قامت قصفة اليابان أو المدينتين دول بالنووي؟ ماشي، اللي بسبب تنفيذ إعلان مؤتمر كان اسمه بوتوس دام. طب ايه كان بوتوس دام دوت؟ في المؤتمر ده خدوا قرار ان لازم ان تسلم اليابان تسلم نفسها تسليما كاملا بدون اي شروط. انت يا ابني عشان ننهي حربنا لازم تسلم نفسك تسليما كده بدون اي شروط. طلع رئيس وزراء الياباني اللي هو كان اسمه سوزوكي ورفض القرار النهائي. ماشي، وكان القرار ده اي حاجه، ما تتكلمش في اي حاجه، سلم يعني سلم، ما تقولش لا ده انا هقول اعمل 1 2 او 2 3، ده سلم يعني سلم. طبعا هو رفض. ماشي، بعد اول ما رفض قامت امريكا على طول ماشي قصفه. اول قنبله سميتها كانت الولد الصغير، دي رميتها على هيروشيما. الولد الصغير ماشي، دي رميتها على هيروشيما. دي زي ما بيقولوا التانية كان اسمها الراجل البدين. ماشي، ورميتها على ناجازاكي. يبقى واحدة الولد الصغير على هيروشيما والتانية الرجل البدين على ناجازاكي. طيب ايه الخسائر او الناس دي راحت فين او حصل لها ايه بسبب القنبلتين دول؟ بسبب القنبلتين دي ارقام مش اكيده، ولكن دي ارقام في الزياده وليس في النقصان. بيقول لك من هيروشيما مات من 80 ل 166 الف من هيروشيما خلال ساعات وخلال ايام. وفي ناجازاكي ماشي مات من 60 ل 80 الف خلال ساعات وخلال ايام. ماشي، طب ايه ماشي، طب ايه اللي حصل بعد كل ده؟ بيقول لك والخسائر كانت من عند امريكا 21 واحد مات و20 امريكا بتاع دوت اسروا، يعني اتأثروا. 20 من امريكا اتأثروا، واحد من امريكا مات. وايه اللي حصل بعد الهيصه دي كلها؟ بعد مرور 5 ايام امريكا بتاع دوت اليابان اعلنت استسلامها واستسلم. طب ما كمل الاول يا عم سوزوكي، لما انت موتت الناس ديت والدمار اللي انتوا فيه دوت، وكان اول من اطلق عليه القصف الذري او الدمار النووي ماشي كنت انتوا من امريكا. بعد 5 ايام اعلن عليه. طب النتائج بتاعتها ايه؟ النتائج ده كان ايه؟ بيقول لك الناس اللي ماتت بقى والناس اللي طلعت كان عندها حروق، واللي عنده صدمات، واللي عنده صرع، واللي جاله تسمم اشعاعي، واللي مات بسوء التغذيه، والحروق اللي جت من الحروق الشعاعيه، واللي كان مقسوم 2، واللي كان كله شظايا، واللي طالع من غير رجل ومن ايد. يعني كل ده من الدمار الشامل اللي ارسلته عليه امريكا، اللي ارسلته على اليابان. طب النووي ده لما بيترمي بيطلع حاجتين. بيقول لك بيعمل حفرة 1.5 كيلو، يعني هو وقع في حتة يعمل حواليها حفرة 1.5 كيلو تقريبا. طب النيران او يمشي على بعد كام؟ 11 كيلو متر ونص. الامتداد بتاعه 11 كيلو ونص من آثار مدمرة ليه طول ما انت ماشي، يعني 11 كيلو. وكانوا بيتكلموا من فترة على في نوع من القنابل النووية يعني تصل إلى وزنها بيصل إلى 4000 كيلو متر، تعمل عمق 30 متر. طبعا الأرقام دي خلي بالك احنا مش متعودين عليها ومش سكتنا، وربنا يعوزنا يا رب من الغم والقرف ده يا رب، وما تكونش في نتاج لحروب تاني من ده، ودي تكون آخر قنبلة. ولكن ما أعتقدش، يعني أنا أعتقد الأيام اللي جاية هي نووي، كله بيتكلم عن النووي يعني ربنا يعافينا كده يا رب ونطلع منها على خير. وده كل ما لدينا في الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.